رحنا نديروا هبه، وصلنا عند الموثق رجعناها عقد بيع. رحنا بعناها، كي رحنا بعناها بعثوا لنا غودغيسمون. نعم، الضرائب بعثوا لكم اعاده تقويم. الضرائب بعثوا لنا غودغيسمون تقريبا. احنا الارض كل بعناها 450. وانتم شحال ديكلاريتوا في العقد؟ 7 ملايين. واقيلا كتب 7 ملايين هكا ابوبخي. 7 ملايين قال له ندير مبلغ رمزي، ما اللي غرض ما نفهموش حنايا. نعم، وراه كي المشكل دار هذاك المبلغ الرمزي كي بدينا حنايا بعثوا لنا غودغيسمون، انا عارف سيدتي، نعرف وراه المشكل الان. المشكل الان راكم مع الضرائب. مع الضرائب. ومن بعد الضرائب قاعد الزوج يجري قال لهم هذه هبه برك، هو دار لنا هكذا، ويعني موثق هنا معروف ماشي اي واحد ولا. هذه ماشي سيدتي. الزوج تاعي خطيها ولا ما يعرفش هذا سيدتي يا سيدتي. صافي كي راح يخلص، كي راح للضرائب قاعد معاهم نقصوا له، داروا له وديد 100 مليون. داروا له وديد 100 مليون باش يبيتي المشاكل، خلص هذوك الديد 100 مليون. يا سيدتي ما عطيتينيش فرصه نطرح لك اسئله، لانك فرغتي قلبك وخلاص. تبعي معي نجاوبك. العقود مسمى، كل عقد عنده اسمه. رحنا نديروا هبه، وصلنا عند الموثق رجعناها عقد بيع، نسخه منه مستخرج يروح للضرائب، ما يروحش هبه، راح عقد بيع. بالنسبه لي فلانه باعت لفلان، شحال المبلغ بعثوا؟ عقار بعث له ب 70,000 دينار، 7 ملايين. ما تجيبلكش ماشينه لافي. الضرائب طبعا عندهم الحق يراقبوا الرسوم، يشوفوا بانه هذا الرقم ماهوش حقيقي، عندهم الحق يديروا اعاده تقويم، لانه عندهم معيار تاع العقار على حسب كل منطقه. المنطقه هذه العقار شحال يدير فيها، والمنطقه هذه شحال يدير فيها. اذا هبط على المعيار اللي عندهم يديروا لك لو ريدريسمون، اعاده التقويم. يعني يكون على 70,000 دينار عقار تاع 150 متر تخرج المتر ب 20,000، مستحيل. داروا لكم اعاده التقويم. النوتير علاش ربي يعلم لنا، النوتير يقول لك ينقل واش تفاهمتوا انتم، تفاهمتوا عليه هبه يدير لكم هبه. انا لا اعتقد بان الموثق راحوا ليه باش يديروا هبه، قالوا لا ديروا بيع وديروا 7 ملايين. ما عندوش مصلحه، ما عندوش فايده. تجهلوا القانون، ما بالكمش بلي راح تروح لمصالح الضرائب وراح تكون كاين ريدريسمون على بها درتوا هذا العقد بهذا القيمه. المهم